الفيديو ده حرفيا من اهم الفيديوهات اللي لازم تشوفها لو انت طالب ثانوية عامة. دلوقتي انت داخل عليك شهر رمضان، فانت اللي هو دلوقتي بتفكر هو انا هروح دروس ولا هذاكر ولا هنزل اصلي ولا هعمل ايه بالظبط. هتحس نفسك تايه وهتلاقي نفسك مشتت ومش تلاقي نفسك مش عارف ترتب الدنيا. طيب مين انسب حد يقولك تعمل ايه في الفترة ديت؟ هل شخص حكيم وذكي وعنده معلومات جامدة جدا ممكن يديك معلومة كويسة، بس المعلومة ديت اكيد مش هتبقى زي شخص عاش الحاجات دي بنفسه وعايش الواقع في الوقت دوت وعرف ازاي يظبط نفسه في الحوار ده. انا محمد سعد، السنة اللي فاتت كنت طالب ثانوية عامة وجالك دلوقتي عشان افيدك. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. فيديو النهاردة مهم جدا لطلاب ثانوية عامة، فعايزكم تركزوا معايا جدا. انزلوا يلا اضغطوا لايك وسبسكرايب، عشان لايك وسبسكرايب دوت بيساعدني ان الفيديو يوصل لناس اكتر، وفي نفس الوقت بتشجعوني اعمل فيديوهات اكتر. تمام، شكرا جدا ليكم مقدما. يلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا، انا هقسم الفيديو دوت لنقط كده ورا بعض، تمام، وهقولها لكم عشان عارف ان انتوا دلوقتي وقتكم ضيق جدا، فهحاول اختصر الموضوع قدر الامكان واوصل لكم اكبر قدر ممكن من المعلومات في كوبايه القهوه الجميله. ويلا نبدا. بصوا، مبدئيا كده هنبدا باول حاجه، وهي كل سنه وانتم طيبين جميعا. يعني رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بالف خير يا رب، اللهم امين. بصوا، مبدئيا شهر رمضان شهر العباده، دي حاجه مش هنكسرها. ده بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ هتصلي كل الصلوات عادي جدا، هتعمل لك ورد يوم من القران عادي جدا. طيب انت هتعمل كده، هل دوت هياخد من وقتك؟ بالعكس، ده هيزيد من وقتك. ازاي؟ لان دي طاقه روحانيه. الطاقه الروحانيه ديت لما انت تغذيها صح، ويعني تصلي صح، تقرا قران صح، تعمل الطقوس اللي هو احنا كمسلمين طبيعي جدا لازم نعملها، هتلاقي الموضوع ده بيساعدك في انك انت اولا بترضي ربنا. تمام، ده بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة اصلا ده فرض، ده مش جدعانة منك او ان انت بقى شخص جامد، لا ده فرض اصلا. تمام، وهو شهر رمضان، يعني احنا هنستنى ايه تاني عشان خاطر نصلي او نعمل كده؟ فعشان ما نطولش في النقطة ديت، دي طاقة روحانية هتساعدك في انك كمان بتسترخي جسمك كله وبتشحن نفسك طاقة روحانية، بتساعد طبعا الطاقة النفسية الزفت اللي عندك، اللي هو انت تعبان نفسيا. انا عارف في الفترة ديت، انا عارف جدا. فالطاقة الروحانية هتظبط لك الحوار ده، فما تهملش ولا الصلاة ولا القرآن في شهر رمضان خالص خالص خالص. وكمان التراويح، يعني انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بنزل بصلي العشاء والتراويح في المسجد، تمام، وبطلع بسم الله الرحمن الرحيم هنقعد نذاكر. وفي ايام كنت بصلي التراويح وبروح اقعد على القهوه شويه مع اصحاب مثلا او بتاع، او لو هنعمل اي حاجه شويه سكه ساعه ولا ساعتين، وبطلع اذاكر لحد الفجر. بس كده. فالفكره ان ما تضغطش نفسك ضغطه اللي هو تمنعك عن الصلاه. غلط. الصلاه ديت لازم تكون اول حاجه. وعشان ما نطولش في النقطه ديت، الصلاة مهمة جدا، طاقة روحانية هتفيدك. حلو. تاني نقطة هنتكلم فيها وهي الدروس والمذاكرة عامة. هنقسم الموضوع دوت ازاي؟ هنقسمه الأول مع تقسيمة ربنا. يعني ايه مع تقسيمة ربنا؟ يعني يا سيدي أقولك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا مقسم يعني في شهر رمضان مبدئيا هتلاقي فيه بركة كبيرة انت مش متخيلها. اللي هو انا كنت بسمع الكلام دوت قبلك، اقول ايه؟ يقول لك شهر رمضان مليان بركه ومليان خير وتلاقي الوقت فيه بيمشي ببطء. تقول ماشي ماشي، والله كلام جميل جدا اقسم بالله. بس لما دخلت فعلا الشهر عرفت فعلا في خير، في بركه في الوقت. اللي هو ممكن تحس نفسك قاعد بتذاكر ساعه ونص مثلا وتحسهم ساعه ونص، يعني مش وقت بيعدي على طول، لا وقت فعلا في خير. وهتعرف الكلام دوت لما تخش الحوار ده. هتذاكر مع تقسيمة ربنا، اللي هو الظهر للعصر، العصر للمغرب، مغرب للعشاء، من العشاء للفجر. ديت تقسيمة جامدة جدا جدا، انا كنت بستخدمها الصراحة. ازاي؟ انا كنت حاطط كده لنفسي اللي هو
لحد العصر ده دروس بسم الله الرحمن الرحيم، عشان كانت دروس الصبح، فكنت بروح الدرس الصبح اجي اذاكر اللي انا خدته في الدرس، تمام. ده كان يخلص الحوار دوت في العصر لحد صلاة العصر. وفي ايام طبعا كانت ممكن ان انا افطر في الشارع عادي جدا، ثانوية عامة مفيش مشكلة. وفي ايام كنت بخلص الدروس قبل المغرب بدقايق عادي جدا برضو مفيش مشكلة. بس اغلبية الاوقات كنت صلاة العصر تمام انا مخلص دروس وخلاص في البيت، تمام. فحاول انت تمشي تبع التقسيمة ديت، اللي هو انت مثلا لو مخلص او هتخلص مذاكرة خالص في وقت العصر، تمام، تبدأ بقى من العصر للمغرب تشوف هتذاكر مادة تانية، هتريح مثلا. حاول انت تظبطها مع نفسك، بس الفكرة تستخدم التقسيمة العظيمة ديت اللي هي من الظهر للعصر، عصر للمغرب، فاهمين؟ هتبقى كويسة جدا ليكو. طيب حلو جدا كده، احنا عرفنا التقسيمة. هنذاكر بقى ازاي؟ هنذاكر بطريقة واحدة ملهاش تاني، وهي هنقسم المواد عندنا لحتتين. اول جزء وهو المواد اللي احنا نص نص فيها شغالين فيها مفيش مشكلة، والنص التاني المواد اللي احنا ضايعين فيها حرفيا، ولازم تكون صريح مع نفسك في الحوار ده، تمام. حلو جدا. المواد النص نص هنذاكرها قبل المغرب. روح دروسك الصبح، خلص دروسك وذاكر اللي انت تاخده في الدرس، وحاول تخش تدخل معاه مادة تانية مثلا من اللي انت نص نص فيها، تمام. حلو. هتفطر تظبط دنيتك، العشاء تيجي تنزل تصلي في الجامع، تصلي التراويح لو انت بنت تصلي برضو في البيت، تمام. خلصنا التراويح خلاص، ابدأ بقى امسك المواد اللي انت مش عارف فيها اي حاجة. وانا اهو انت اهو هتلاقي نفسك بتنبهر، اللي هو طب ما انا عارف احل اهو، طب ما انا عارف افهم اهو، طب ما الدنيا حلوه اهو، امال انا ليه كنت مصعب الدنيا؟ هتلاقي نفسك بتنبهر اصلا من الطريقه. انا هقول لك ايه اللي حصل. انت نزلت صليت او انت صليتي في البيت، غذيت نفسك طاقه روحانيه جميله جدا، فانت خلاص طالع مع كوبايه القهوه وبتذاكر، فانت مستعد استعداد تام ان خلاص انا هذاكر، انا رضيت ربنا ودعيته فهذاكر، اكيد هيقف معاك. يعني بص اكيد هيسهل لك كل حاجه. ابدا امسك المواد ديت واحده واحده وخدها بقى، يعني بعد ما تخلص التراويح والكلام دوت خدها لحد قبل الفجر. اقعد بقى ذاكر وحل وبص وجيب اسئله من هنا واسئله من هنا واقلب الدنيا يا معلم عادي. بص هيس في الوقت ده، هيس، وهتلاقي فيه بركه كبيره جدا في الوقت انت مش متخيلها. هتلاقي نفسك مع اسبوع اسبوعين خلصت كميه قسما بالله انت هتقول اللي هو انا لو كنت قعدت مثلا شهرين ثلاثه ما كنتش هعرف اخلص الموضوع ده. طب هل انت هتكون مضغوط؟ طبعا هتكون مضغوط. هل هتكون حاسس نفسك اللي هو براحة وبتاع؟ لا خالص. هتلاقي نفسك في تعب وبتروح دروس الصبح، تخلص دروس تيجي تذاكر، لو هتفطر وبعدين تنزل تصلي، هتروح تقعد مع اصحابك شوية وهتيجي هتذاكر تاني. الموضوع هتبقى ضغط وهتبقى تعب، بس في نفس الوقت تعب جميل، اللي هو انت خلاص رضيت ربنا، بتذاكر بتعمل اللي عليك، بس كده كله زي الفل. انت فاهم؟ عايز ايه تاني؟ ذاكرت، قعدت مع اصحابك، رضيت ربنا، كله زي الفل. فاهم؟ كل حاجه هتبقى زي الفل. طيب كده احنا خلصنا المذاكره وتقسيمه الوقت، واول حاجه وهي الطاقه الروحانيه اللي هتظبط لك كل الكلام ده. هنتكلم بقى في النقطه اللي بعد كده وهي رضا باباك ومامتك عليك في الفتره دي. بص لازم تهتم برضا الوالدين، ودوت بقى مش اللي هو في ثانوية عامة بس واللي هو رضا الوالدين فلازم اللي هو بقى ماما بقى والدعوات وبابا وبتاع. لا بص يا معلم، احنا مش عايزين الحوار ده، احنا عايزين الكلام ده عامة في الحياة عامة، يكون ده بص ألف ب حياة. رضا الوالدين ده لازم يكون أساس في حياتك، مش عشان الفترة دي بس، لا لازم يكون أساس في حياتك. رضا باباك ومامتك عليك، وهيساعدك وهييسر لك حاجات كتير، مش في التعليم بس، في حاجات تانية كتير. فرضا الوالدين حاولوا انتوا ترضوهم بأي طريقة أيا كانت، فرضا الوالدين مهم. وآخر نقطة هنتكلم فيها في الفيديو وهو بص أنا كنت قبلك ومكانك في الوقت اللي انت فيه دوت، عارف ان انت تعبان نفسيا، عارف ان انت حاسس ان انت ما عندكش طاقة اصلا تكمل. هيجي عليك وقت في رمضان هتلاقي نفسك ما عندكش طاقة حرفيا تروح الدرس. انا عارف الكلام ده وكنت قبلك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، وعارف انا بقول لك ايه، بس
والله لما التعب دوت، لما تتعب جامد قوي وحرفيا اللي هو بقى هتجيب اخرك، اللي هو بص مفيش حاجة تانية تيجي، مفيش، انا بص كده خلاص جبت الاخر. لما تجيب الاخر هتلاقي اللي هو ايه، لما يوم النتيجة ايا كانت النتيجة هتحس كده طعم اللي هو انا تعبت. دي نتيجة التعب، دي نتيجة المرمطة بتاعت كل دوت، فاهم؟ هتحس بالطعم عكس ما تكون قاعد مع انتخ واللي هو النتيجة جت كذا، طيب ماشي زي الفل. عارف انت اللي هو ايه، اللي هو مثلا زي انك رحت مثلا اشتغلت في شغلانة، تمام، واحد طلع ميتين امه شغال في الشغلانة ديت وانت جيت تسلم الشغل، ايه رأيك؟ تمام زي الفل، خدت الفلوس خلصت. طب ما انت مش انت اللي اشتغلت، فاهم؟ عكس ما تكون انت اللي شغال في الشغلانه جزء جزء وبتدي عينك، فلما تيجي تاخد الفلوس اللي هو لا، الفلوس دي انا عارف قيمتها، انا اللي شغالين في الشغلانه ديت وعارف ان الشغل دوت ما كانش سهل، وهنا عملت كذا وهنا عملت كذا وهنا عملت كذا، فاللي هو الفلوس دي لها طعم عشان دي في الاخر النتيجه بتاعت الشغل ده كله. هو نفس الموضوع، خلص السنه بقى بمرمطتها بكل التعب دوت، النتيجه هتلاقي اللي هو الحمد لله، الحمد لله بجد، ده كانت سنة فيها مرمطة كبيرة قوي. ما تفقدش الأمل، ما تيأس، اعرف إن شهر رمضان شهر اللي هو التجديد، اللي هو يخليك تعمل ريفريش. اللي هو إزاي؟ هفهمك. أنت بقالك حبة متهان في ثانوية عامة، أنا عارف إنك متهان إهانة بنت كلب، عارف زي ما تقول كده شهر رمضان هو اللي هتبتب عليك في الحوار ده. هتلاقي التقسيمة بتاعته حلوة زي ما قلت لك، وهتلاقي الطاقة الروحانية، انت والله العظيم مش متخيل كمية الفوائد بتاعة الطاقة الروحانية. انا كنت في رمضان كنت بنزل اصلي الفجر، كنت بطلع يعني انزل اصلي الفجر، وكانت بالنسبة لي بتبقى صعبة جدا لان انا انزل اصلي الفجر ديت، انا هطلع المفروض عندي درس مثلا الساعة 7-8، فهنام امتى واصحى امتى؟ بس والله العظيم كنت ممكن انزل اصلي الفجر واطلع انام، كنت ممكن انام مثلا سكة ساعتين او ساعة ونص، وحياة ربنا كانوا بيبقى فيهم كمية بركة وكمية اللي هو انا صاحي فايق. سيبك بقى من علم سيكولوجيا مش عارف ايه، او انا صاحي فايق، هي الدنيا مظبوطة، فاهم؟ ايه اللي حصل؟ معرفش. طب انا نايم ساعتين بس، الدنيا ايه ازاي؟ انا كنت بصحى اللي هو انا ازاي صاحي فايق، ازاي انا صاحي فايق وحياة ربنا، لاني انا يعني رضيت ربنا. هل ربنا مش هيرضيك؟ عارف انت كده زي ما ايه، زي مثلا لما تكون ربنا، انت دلوقتي رحت وقلت له يا رب انا نزلت وصليت وعملت اللي عليا عشان ارضيك، هل هو بقى هيتعبك مثلا، او ان هو هيخليك تعبان وصحي جسمك مدغدغ وي 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 لا، هو شايف وعارف انت بتعمل ايه، وعارف نيتك وعارف ضميرك وعارف ايه اخرة التعب دوت، فاكيد اكيد هيسر لك الامور. ان مع العسر يسر، واكدها تاني، ان مع العسر يسر. فما تيأسوش يا اخواتي، والله العظيم هي فترة وسنة وهتعدي، اقسم بالله هتعدي، تمام؟ مش عارف ايه اقسم بالله دي، بس هتعدي، هتلاقي نفسكم بتضحكوا بعدين على اللي كان بيحصل فيها. هي رحلة، حاولوا تستمتعوا بيها وتعرفوا ان الرحلة ديت يعني خلاص هتخلص ثانوية، مش ترجع لثانوية عامة تاني، خلاص هي رحلة بتخلص مش هترجع لها تاني. فحاول تستمتع بيها صح، وحاول تكون مميز فيها، في انك تعمل حاجات تميزك تخليك شخص مبدع في السنة ديت، في انك بقى اذا كان بقى في حل، او اذا كان في اسلوب، او اذا كان في علاقات، او ايا كان، تمام؟ وخليكوا فاكرين ان طول ما انت بترضي ربنا، ربنا هيرضيك رضا يعني اكبر من اللي انت بترضيه باضعاف. يعني ربنا كريم جدا جدا في الحوار ده، اللي هو ربنا لما يشوفك انت تعبان وعمال وفي وسط كل التعب وكل الضغط النفسي وكل الكلام ده، انت رايح تصلي ومهتم بالصلاة وبتقرأ القرآن وعندك عبادة برضو مهتم بيها، فاللي هو ربنا هتلاقيه بيبارك لك في وقتك وبيكرمك اضعاف انت مش متخيل. الضعف اضعاف ديت ايه ولا منين ولا الكلام دوت جاي منين، هتلاقي نفسك مش عارف. يعني انت فاهم اللي هو ربنا المعاملة معاه مش اللي هو خد جنيه هات جنيه، لا، انت هتدي جنيه مثلا هيديلك 1000 مليون. هي دي المعاملة، هي دي المعاملة مع ربنا، فاهمين؟ فانا اسف ان طولت عليكم، بس والله معلش، انا بحاول اوصل لكم اكبر قدر ممكن من معلومات، وزي ما قلت لكم. وهنختم بقى الحلقة النهاردة بهي
بسم الله الرحمن الرحيم. وليس على الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. ما تنسوش الكلام دوت، وخليكوا دايما فاكرين إن التعب، إنك تتعب جامد أوي أوي أوي، النتيجة يبقى لها طعم حلو جدا جدا جدا، عكس ما تتعب واللي هو بقى إيه، ما تعبتش أصلا ومستني نتيجة. طب وأنت فين التعب أصلا؟ فاهم؟ لذة النجاح أحسن بكتير وليها طعم أحلى بكتير، وهيضيع لك اللي هو هتلاقي نفسك نسيت أصلا التعب ده كله يوم النتيجة وفرحان. أنت فرحان ليه؟ عشان أنت تعبت جامد، فديت المكافأة. فاهمين؟ فوالله الوقت ده كمان مش بعيد، هتلاقي الوقت هيعدي بسرعة جدا. فاستمتعوا بالرحلة وذاكروا وما تيأسوش وما تفقدوش الأمل أبدا، وخليكوا دايما مع ربنا. وزي ما قلت لكم في الفيديو، تابعوا كل حاجة في الفيديو وهتنبهروا بالنتائج. وبس كده، متنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب عشان تساعدوا الفيديو دوت يوصل لأكبر عدد ممكن، وابعتوا الفيديو دوت لناس كتير تعرفوهم، أي حد في ثانوية عامة ابعتوله. وإلى اللقاء في فيديو آخر. سلام.